بسم الله الرحمن الرحيم. أمتنا أمة واحدة، وقوتها بقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عظمة هذا الدين أنه عالمي وليس دين لقومية واحدة، ليس للعرب فقط، ليس للأكراد فقط، ليس للترك فقط. والله عز وجل يقول للنبي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك يجب أن نجتمع جميعا على غاية واحدة وعلى هدف واحد، هو توحيد الله وإقامة العدل بين عباد الله. على المسلمين أولا أن يلتزموا بالشرع الحنيف، فلا يقتلوا بعضهم بعضا ولا يعتدوا على بعضهم البعض، وأن يحققوا بالحق والعدالة إقامة الولاء الحقيقي والعداء الحقيقي. الولاء الحقيقي هو أن يوالي بعضنا بعضا كمسلمين. الله عز وجل يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وحدد لنا العدو فقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فإحقاق الحق والعدالة تكون بإحقاق الحق على أرض فلسطين. يجب أن يخرج من ديار بكر من جديد صلاح الدين من أجل أن يعيد القدس والأقصى وفلسطين. إحقاق الحق والعدالة ووقف الدم والقتل في سوريا، في العراق، في كل مكان، يكون بإزالة دولة الغصب الصهيوني إسرائيل وباتحاد الأمة بمختلف مكوناتها إن شاء الله. أثر فينا هذا الاحتفال بشكل كبير كما في العام الماضي، وهو يقول لنا جميعا وللكل: إن خانت أنظمة الذل العربي، إن خانت فلسطين وشعبها وطعنت شعوبنا في الظهر، فهناك شعوب حية، هناك شعوب مليونية. يجب أن نلتقي مع بعضنا البعض من أجل أن نحقق وعد الآخرة كما قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: هناك 80 مليون تركي، هناك 80 مليون إيراني، هناك 300 مليون عربي، هناك 100 مليون 120 مليون باكستاني، هناك مسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. حرام 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 أن تبقى إسرائيل وأمريكا تتسلط على شعوبنا ونحن نشكل 1.6 مليار مسلم. عندما نعتصم ها هنا، عندما يكبر ها هنا، تتزلزل الأرض من تحت أقدام اليهود. لذلك يجب أن نعتصم بحبل الله. والوثيقة التي قدمها حزب الهدى هي لهذه المناسبة هو كلام حق يجب أن يطبق على أرض الواقع. يجب أن نؤسس حركة إسلامية شعبية عابرة للمذاهب، عابرة للقوميات، عابرة للأعراق، عنوانها واحد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. تجمع صلاح الدين الكردي ومحمد الفاتح العثماني وتجمع سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي، ينجمعون كلهم مع أبي بكر، مع عمر، مع عثمان، مع علي، لنفرق كل الاختلافات والمذهبيات. أمريكا لا تنظر إلينا على أننا متفرقون. أمريكا تبغض وتقاتل العرب والكرد والبربر والترك والأمازيغ وكل هؤلاء. فيجب أن نكون كلمة واحدة خلف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.